عليكم، مساء الخير. ان شاء الله رايحين نعمل مع بعض اليوم موهيتو الفيمتو. عندي هون صحنين، كل صحن حطيت عليه ربع كوب من الفيمتو والتاني ربع كوب من السكر لتزيين الكاسات، وهذا شيء اختياري. لا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد ان شاء الله من القناة. اجواء صيفية وبدها اشياء باردة، وان شاء الله انه يعجبكم نوع من التغيير. هنا العصير هاد مكوناته سهلة وإن شاء الله إنها متوفرة يعني بكل بيت. هلا هون خلصت أنا تزيين الكاسات لحتى ينشف شوي عليهم التزيين اللي احنا عملناه. هلا أنا عندي هون حبة من البرتقال، قطعتها هيك تفريم صغير، بضيف في كل كاسة تقريبا معلقة صغيرة من البرتقال اللي أنا حطيته، اللي قطعناه وجهزناه. هلا بضيف في كل كاسة كمان ربع كوب من الفيمتو، وببلش هون أحرك فيه شوي شوي حتى يتجانس طعم الفيمتو مع البرتقال اللي احنا جهزناه. هاي هون بحركه هيك شوي. هلا بضيف هون تلج، ببلش هون اضيف شوية من التلج حتى يكون مشروب كتير بارد وطعمه زاكي. لا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. هلا بضيف هون عندي السفن. هلا بعد ما اخذت الكمية اللي بدي اياها من التلج والفيمتو ببلش اضيف هلا بالسفن اب، حتى السفن اب يكون عندي بارد وجاهز للتقديم. هلا بعد ما خلصت هون اضفت السفن اب، بحركهم شوي حتى يتجانس طعم الفيمتو مع البرتقال مع السفن اب اللي احنا اضفناه. وبزينهم هيك بشوي، بزينهم بشوي من ورق النعناع، بعطيه طعم زاكي وخفيف يعني هيك، بعطيه طعم عن جد كتير منعش، وصحتين وعافية. وبزينهم بشريحتين من البرتقال، وهيك بكون جاهز للتقديم، وصحتين وعافية. عصير جديد بطعم خفيف، وصحتين وعافية.